في نوع من التعب ممكن ما تعرفش تنام بسببه. عادي حتى لو حاولت ان انت تنام ال 8 ساعات بتوعك بتوع اليوم، اول لما تصحى، ده لو انت عرفت يعني تكمل ال 8 ساعات، اول لما تصحى هتحس ان انت من جواك كده لسه محتاج تنام تاني. مش لانك مرهق بقى وكل الكلام دوت، لا 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 لا. بس هغششك وهقولك ان عشان في حاجة جواك لسه ما خدتش راحتها بالشكل الكافي. بص يا عزيزي، انا مش جاي اديك حلول سريعة عامة خالص، ولا جاي اقولك شد حيلك واديك الخلاصة في المصاصة واقولك ازاي تبني نفسك وعضلات من غير جيم ومن غير حديد بدون روت والكلام ده كله. ابدا. النهاردة انت معزوم على قعدة بيني وبينك، ولازم انت يعني تفهم معايا كده يا عزيزي المستمع ان القعدة اللي احنا هنقعدها احنا الاتنين دي مفيش تالت هيسمعها. بلس ان احنا ممكن نخبط شوية، ممكن نكسر في شخصيتنا، ممكن نخرج عن العادات والتقاليد اللي احنا اصلا ما اكتسبناهاش واللي كانت غلط ومخليانا ماشيين بندوس على نفسنا بزيادة بدون اي نوع من انواع الاشادة. فانا جاي اتكلم معاك عن احساس ممكن يكون انت حاسس بيه بقالك فترة قليلة شوية، كتيرة نسبيا، بعض الايام، شوية اسابيع، حبة شهور، ويمكن سنين. وحتى ممكن تكون مش عارف اساسا تسمي الشعور ده ايه. على فكرة، ده مش كسل خالص، انت بس ممكن تكون مستنزف. ولو انت حاسس ان انت مستنزف بالفعل فاهلا بيك. اهلا بيك يا عزيزي المستمع. احنا فين؟ احنا مين؟ انا هقولك دلوقتي. انا ستيفن هاني، وده بودكاست الانتقال من اليأس الى اللا بأس. يا اعزائي المستمعين، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي قبل اي شيء، لان السلام النفسي هو المحرك الرئيسي لكل حاجة حوالينا وفينا وإلينا. فزي ما سمعت في الانترو بتاعتنا كده، الحلقة دي حلقة اكسكلوسيف، حلقة يعني خارج عن المألوف. بالنسبة لأسرة البودكاست أكيد عارفين كويس قوي الاتيتيود بتاع ستيفن والهزار والضحك، ولكن الحلقة دي سيريس قوي قوي قوي، لأن أنا حرفيا يعني لسه واخد القلم طازة، يعني ضربت عملت الحلقة، فنستلم بقى. طيب، علشان بس نكون متفقين مع بعض، في البداية كده هنعمل بلاي رول خفيفة قوي. عايزك يا عزيزي المستمع، معلش جاريني انا عبيط شوية بس ايه، مش العبط اللي في بالك، عايز اوصلك المعلومة بشكل مختلف. فعلشان توصلك محتاجك انك تسمع الكلام معايا لمدة 3 دقايق بالظبط، مش هطول عليك. محتاج منك انك تغمض عينيك وتاخد نفس كبير قوي، تاخد نفس كبير على قد ما تقدر، وتخرج كل النفس اللي انت اخدته دوت، وتفضل مغمض عينيك. وهحكي معاك موقف محتاجك بس ان انت تتخيله معايا. جميل؟ طيب، نبدأ ونقول تخيل يومك كده عادي، وانت لسه بتفتح عينيك وبتدعك في عينيك كده، فتبص للسقف شوية، تفضل مبحلق فيه 5 كده، وانت عمال تتنفس نفس بسيط خالص، اللي هو انا ايه اللي جابني هنا، وانا ايه اللي صحاني، وانا مين، وانتوا ازاي. بعدين تمسك تليفونك، مش عشان عندك حاجة مهمة ولا انت وزير الري ولا اي حاجة، بس عشان انت ممكن تكون اصلا، يعني سوري في الكلمة انا اسف، بتتهرب من اول لحظة وعي بتيجي واهم لحظة في يومك كله، وهو ان انت اول لما بتصحى بتعمل اي عادة غلط في حياتك. بين قوسين، تقوم رايح ماسك التليفون، تقعد سكرول سكرول سكرول، تقلب في المسجز، تشوف مين كلمك، تعمل اي حاجة لحد لما تحس ان انت اتأخرت قوي كده، فتقوم بسرعة وتبدأ تجري وبتاع وتظبط لبسك وتنط في البنطلون وتروح وتحارب، وانت تظبط البلوزة، حدوتة كبيرة. تفتح الباب وتنزل وتبدأ بقى تخلص في اللي وراك، او على الاقل يعني تحاول شوية. فتقعد تضحك مع الناس، ترد وتتمشى وترجع وتطلع وتنزل وتقابل ده وتقعدي مع دي وتشوف البلاشر وانت تشوف ساعة كورة والدنيا دي كلها. ومن بره كل حاجة ماشية زي العسل، شكلك مبسوط والدنيا حلوة وبنضحك وبنهزر، بس من جوه في حاجة تقيلة بشكل بايخ قوي.
وانا وانت عارفينها قوي. حاجة كده كأنها صوت واطي بيقولك انت تعبان، انت جايب جاز دلوقتي، ليه بتدوس بنزين؟ مفيش في التانك حاجة. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انت عايز نديك ايه؟ ما مفيش حاجة عندي. بس انت مش فاهم ليه بتدوس وبتكمل. غريبة. الموضوع بيبقى رخم وبتحس ان انت متضايق قوي، فبترجع في نهاية اليوم تفرد دماغك على السرير وتفضل تبص في الساعة ومفيش اي حاجة بتحصل لحد لما بتنام وبتفتح عينك وبتسمع ستيفن وهو قاعد بيتكلم معاك وانت نايم زي اللطخ. قوم اصحى معايا، قوم واصحى، فتح عينك. معلش. البلاي رول الخفيف اللي احنا عملناه ده هو حاجة زي سيميليتر كده خفيفة او محاكاة ليوم شخص مجهد نفسيا جدا، وسوري في الكلمة، بيدوس بنزين وبس، ما بيعملش اي حاجة غير ان هو عايز يدوس بنزين. طيب هو احنا ليه اصلا بندوس بنزين على طول من غير ما بنفكر ان احنا عندنا فرامل، او احنا عندنا فرامل في العربية اصلا؟ ما احنا ازاي بنكمل يا ابن الناس؟ ما لازم يكون في بنزين ولازم يكون في فرامل، وعشان في فرامل احنا بقى يعني هقول لك سر محدش قاله لك قبل كده عزيزي المستمع، وهو ان احنا اتربينا على اننا نكمل وبس. ايه؟ احنا اتربينا على اننا نكمل وبس، احنا ندوس بنزين، انت عايش دوس بنزين، ادعس اللايك بس، ما تعملش اي حاجة تانية في حياتك غير كده. على الرغم يعني ان في الحقيقة اصلا خلقوا البنزين، خلقوا ايه، صنعنا البنزين داخل العربيات عشان نعرف نهدي السرعة عشان ما نلبسش، صح؟ طيب فاحنا اتربينا من اهالينا من زمان قوي ان انت لو حصل لك حاجة كمل. ايه؟ احنا اتربينا على اننا نكمل، حتى لو مش فاهمين نكمل، حتى لو مش حاسين نكمل، حتى لو خلصانين نكمل. طب ما ده غلط. طب واحنا بنعمل ده ليه؟ على فكرة الكارثة الأكبر هنا مش في إننا نكمل، الكارثة الأكبر إن محدش علمنا إننا نقف. فأنت استيعابك لفكرة إن أنت تعمل ستوب، أو إن أنت تهدي دماغك، أو إن أنت تعمل أي حاجة تانية غير إن أنت تجري، هي مش موجودة. It's not available at that moment. Please try again later. وتقوم داخل على الكول سنتر وتقوم قافل السكة وخلاص، وتفضل تديها رن. على الرغم ان المشكلة الرئيسية يا عزيزي المستمع ان انت يوم ما يعني يوم ما انت اكتشفت ده كان عندك 17 18 20 22 25 سنة. وقت لما سمعتني كان عندك كام سنة لما المفروض تبقى عارف ان انت محتاج تخف على نفسك شوية؟ طيب بعيدا عن اللخبطة الكتيرة قوي اللي بتحسها، احنا محدش علمنا ان احنا نقف. محدش قال لنا انت لو تعبت يا عزيزي عادي تهدى شوية، عادي تاخد هدنة. فللأسف لما محدش علمنا ده بقينا نضغط على نفسنا بشكل هستيري بحت، بشكل سايكو. احنا مجرمين حرب من الدرجة التاسعة، احنا هتلر ده بجد، مع احترامي لليهود اللي بيسمعوا البودكاست يعني. لشتنين هايس اخويا. ف... فبقينا بنضغط على نفسنا بشكل مرهق قوي ومرعب. عارف لحد لما بقينا كده بالظبط مش عارفين نفرق هو ده تعب اللي احنا فيه ده تعب ولا ده طبيعي. الموضوع ممكن يخلينا نبقى قاعدين بنغلين في نفسنا بسبب ان احنا في 16 تاسك علينا، ال 17 لما جه مش عارفين نعمله. طب يا ابن الناس انت اصلا يعني يومك كله عبارة عن 4-5 تاسكات بكتيرك. هات الجبنة الاسطنبولي من التلاجة وانزل نزل الزبالة وخلص الشيفت بتاعك وروح تمرينة الجيم، ولو فيك صحة عايز تنبسط روح العب لك ساعة كورة. كفى الله المؤمنين شر القتال. خلاص كده اليوم خلص انتهى. وانت لو عندك ايفنت تبع الجامعة، ولو عندك تسليمات، ولو مشتركة مثلا في نشاط تطوعي ولا حاجة، خلاص يومك انتهى برضو. بس ليه بقى بنفضل نحرفش على ان احنا نعمل المعادلة دي، ان احنا نفضل حشرين جوه دماغنا مليار حاجة عايزين نعملهم دلوقتي، على الرغم ان ده غلط. واسوأ حاجة في الكون انك ممكن تكون اصلا متعود على الوجع ده. انت لو اتعودت على الوجع او اتعودت على الضغط ده
فانت الراحة بالنسبة لك هتبقى دانجر زون، هتبقى زون زبالة. انا فاضي، انا مفرغ دلوقتي، انا شخص غير صالح للمجتمع. ازاي ما بعملش حاجة؟ انا ازاي ما بعملش 96 تاسك في نفس الثانية؟ اسوأ حاجة فعليا انك تبقى متعود على الوجع لدرجة انك ما تعرفش اصلا ان انت موجوع. زي بالظبط يعني يعني ربنا يشفي كل مرضانا، زي مرضى السكر بالظبط، لما حد يجي يعوره تعوره بسيطة قوي، هو ما بيحسش ان هو تعور ويلاقي نفسه غرقان دم، ويستكشف لما يبص يلاقي حتة من جسمه بتروح منه. فمحتاجين ان احنا نفصل تماما. فخد نفس. لا ما بهزرش، خد نفس. فكر معايا كده. في فرق كبير قوي بين انك مش عايز وانك مش قادر. اتفقنا؟ بروزها كده قاعدة كبيرة قوي بين قوسين. في فرق بين انك مش عايز وبين انك مش قادر. الكسل ممكن يخليك تقول ان انت مش مهتم، مش فارق لي، جاست كارف وبتاع والكلام ده كله، عادي همشي حالي، هتلصق. عشان التلصقة يعني ليها حريفة كتير قوي، وانا اعرف ناس كتير قوي في حياتي معلمين تلصقة. معلمين تلصقة بيعرفوا معنى كلمة تلصقة. للناس اللي مش عارفة او الناس اللي من ايجيبت، الناس الفعل اللي هو اركن ده دلوقتي، عدي ده دلوقتي، كروت ده دلوقتي، وبعدين نبقى نرجع له. فانك مش مهتم انت كده بتلصق. بس الاستنزاف بقى بيخليك تقول انا نفسي بس انا مش قادر. الكسل بيبقى اختيار احيانا، لكن الاستنزاف بيبقى غصب عنك بشكل 1,000,000% غصب عنك. من كتر ما انت دماغك شغالة عزيزي المستمع طول الوقت، ومن كتر ما انت قلبك شايل، ومن كتر ما انت بتحاول تبقى شخص تاني غير اللي انت عليه فعلا، بتبقى خلاص منهمك وبص ما عندكش اي نوع من انواع المساحة اللي تقدر تتنفس فيها. ده لو انت اصلا كنت بتتنفس. بالمناسبة على فكرة، 90% من البشر بيتنفسوا غلط. وده بقى مش كلام مسرح، عشان للي ما يعرفش انا بحب المسرح جدا. ده مش كلام مسرح، بس ده كلام حقيقي. احنا ما بنتنفسش بالشكل الصح بسبب ان احنا كل شوية بنفضل حاطين جوه نفسنا ستريس. ما بنلحقش ان احنا ناخد نفس كامل للاخر. ففي حاجات صغيرة قوي ممكن تكون بتسرقك، ده بجد. الاستنزاف مش بيجي مرة واحدة ابدا، عشان بس نكون متفقين مع بعض. لو انت كنت مستنزف يا عزيزي المستمع هتعرف قوي اللي انا هقوله ده، لان هو هيجي يخبط في المعدن جوه قوي. فركز معايا. الاستنزاف ده بيجي يعني حتة حتة كده، زنجة زنجة، خبطة خبطة. ده بجد بيبدأ اول بتقشيرة كده. شفت لما السقف يبدأ يصدع كده، السقف لما يبقى فيه شروخ كده، الموضوع كله يعني ليه ما تخيلتش قبل كده عزيزي المستمع لما السقف بيقع على حد من الجيران، ان اكيد كان في بوادر. كان في بوادر ان السقف ده وقع. بدأ يعمل ترشيح، وبعد كده بدأ يعمل صدع، وبعد الصدع بدأ يشرخ لنص السقف، وبعد كده السقف وقع. ما طبيعي كل ده يحصل يا جماعة. ليه؟ لان احنا بنيجي على نفسنا قوي وسايبين نفسنا. يعني احنا بنيجي حلو وبنسيب حالنا. يعني احنا ممكن ندوس ستارت كده وخلاص، ما عندناش احنا ستوب يا معلم. كسر زرار الستارت. ربنا يبارك لنا في ابيو يعني وحنجرته ودنيته. ده بيحصل امتى؟ نكون صراحة تاني، نخبط فيك تاني، تعال. ده بيحصل امتى عزيزي المستمع؟ في كل مرة انت قارنت نفسك فيها بحد، وفي كل مرة انت بلعت كلمة وما قلتهاش وما اتكلمتش عنها. في كل مرة انت قلت انا تمام وانت مش تمام، يا نهار اسود ومنيل. وفي كل مرة حملت فوق نفسك وطاقتها. ممكن تكون شايف الحاجات دي حاجات صغيرة جدا واللي هو عادي، لكن الحاجات الصغيرة دي بتتراكم، ومراكمتها كارثة. فلحد لما في يوم هتصحى وما يبقاش عندك اي طاقة حتى تفهم انت في ايه مالك، هتفهم ساعتها ان ده كان نتيجة
كل التراكم اللي انت كنت بتراكمه على حالك، وعمال تتلصق تتلصق تتلصق، وانت في الاخر سبت نفسك للتيار يسحبك، وقلت ان انت هتقدر. بص، اه اكتر حاجة مرهقة عامة هو انك تحس بده، انك وسط كل الناس دي عمال تضحك معاهم وتهزر معاهم وترد عليهم وبتتفاعل معاهم، وكمان انت ممكن تكون اساسا محور في حياة بعض الناس. وعشان نكون صراحة يعني to be honest، انت اصلا وجودك بالنسبة لبعض الناس ممكن يكون وجود اساسي، لو كان بقى relationship، لو كان مثلا شغل، لو كان بقى ايه، انت بقى حد من مسؤولين البيت، سواء كنت اب ام اخ اخت اي حاجة. الموضوع هيبقى رخم معاك قوي لما يبقى في حتة منك كده مايلة لانها تنعزل لوحدها. تخيل انت ايس كل ده، الام في بي بتاع المجموعة، وانت مش عارف تتعامل مع اللي حواليك. تلاقي نفسك بتتعصب غصب عنك مرة واحدة، تلاقي نفسك بتنهار مرة واحدة، تلاقي نفسك سكت صحراء جرداء، موز، مانجا عويس، فاهم؟ الموضوع بيبقى مرعب قوي. فبتبقى احيانا بتبقى عايز حد يسألك هو انت عامل ايه. بس كمان المشكله كمان ان انت هنا بتبقى خايف ترد، زي بعض الناس اللي بتبقى بتفتح عايز ترن على رقم غريب ولا حاجه، لو مثلا على الدليفري، وانت بترن اول رنه تاني، لا يا رب ما يرد، يا رب ما يرد، يا رب ما يرد، يا رب ما يرد، وانت اصلا مش قادر. ده كان مثال كوميدي، بس هو في الاخر يعني، فهو في الحقيقه بلاك كوميدي بحت عامه يعني، ربنا ما يجعلكم تفهموه ابدا. ف طيب، يعني خلينا نقرب في المحادثه دي شويه مع بعض اكتر يا عزيزي المستمع. طيب، لو انا بقى هسألك السؤال ده بجد، هو انت عامل ايه؟ مش النسخة اللي بتقول للناس انا تمام وبتاع وزي الفل هي اللي ترد عليا، مش عايزها النسخة دي، اركنها كده على جنب. ولا النسخة اللي انت بتقعد تقنع بيها نفسك ان انت تمام وكل الكلام دوت، لا 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 لا، اركنها على جنب. السؤال ده ليك بجد يا عزيزي المستمع، انت عامل ايه؟ انت كويس؟ انت تمام؟ بخير؟ ولا في عطل في البرنامج؟ تقلان شوية؟ نفسك تقيل؟ طيب، لو الإجابة كانت مش كويس فده مش ضعف، ده أول طريق، لأن أنت بدأت تستوعب إن في عندك حاجة اسمها فرامل، إنك كفاية تضغط على نفسك لحد هنا. فمش لازم تحل كل حاجة دلوقتي يا عزيزي المستمع. إيه؟ ما أنا هحلها كلها، يا حلو يا حلو، لا، ما انسى بقى كل اللي احنا قلناه ده بقى خالص، وانسى كل اللي انت اتعودت عليه، وانسى كل اللي انت اتربيت عليه يا عزيزي المستمع. عارف انت محتاج تعمل ايه دلوقتي؟ انت مش محتاج اي حاجة خالص غير ان انت تهدى وتسمع مني اللي انا اقوله لك ده دلوقتي، وانت حر. معلش انا في الكلمه، انا مش هضربك على ايديك، ولا انا تاسك ولا انا تاسك بقول لك اعمل 1 2 3 وتيجي تسلموني عشان اديك فلوس. احنا مش شغل. انت دخلت اللينك ده بارادتك، ونكمل لحد الثانيه دي بارادتك، فكمل عشان تعرف النقطه اللي واقعه عندك فين. لو انت متوقع ان انت هتحل كل حاجه دلوقتي، فانت مش هتحل اي حاجه. ببساطه شديده، انت مش لازم تحل اي حاجه دلوقتي، مش لازم تبقى نسخه احسن بكره، ولا الاسبوع الجاي، ولا كمان شهر، بس ممكن تخفف عن نفسك حبه. بص يا سيدي، من الاخر كده، ما تقعدش تجادل مع نفسك كل شويه، تمام؟ لان مجادلتك مع نفسك هي بتبذل مجهود هو اصلا مش موجود، فانت بتحاول تخلق طاقه علشان تجادل. طب ما بدل ما تخلق طاقه عشان تجادل، انت ممكن تخلق طاقه علشان تحاول تقرب من ربنا، ممكن تحاول تخلق طاقه عشان تحاول تعمل حاجه صح، ممكن تخلق طاقه عشان خاطر نفسك، ممكن تخلق طاقه عشان خاطر البيت، ممكن تخلق طاقه عشان اي حاجه تاني في حياتك، الا انك تجاهد نفسك ضد نفسك. انت اللي انت بتعمله ده يا عزيزي المستمع هو نوع من انواع
يعني افهمها لك ازاي. عارف طباخ السم بيدوق؟ ده اوحش مثال ممكن الواحد يضرب بيه المثل، بس انت بتعمل ده. فما تعملش ده يا عزيزي المستمع. حاول تاخد بريك حتى لو صغير قوي، يعني حاول تاخد نفسك حتى لو حبة صغيرين، واقبل انك مش في افضل حالاتك. عادي، اتقبل وافهم. يعني تعالى كده قوم معايا بقى، ما انت الله ما بهزرش، قوم معايا كده، قوم معايا ما بهزرش. حاول توصل لاي مرايه عندكم في بيتكم، ادي المرايه قدامي اهي. اقف قدام المرايه وبص، وخد 3 ثواني بالظبط بص على ملامحك كلها. هتحس ان انت ممكن تكون مجهد حبه، حبتين، 3 بشكل زياده. فارجع تاني. اظن ان الشكل اللي احنا شفناه في المرايه ده هو محتاج ان هو ياخد نفسه شويه. مش كل يوم لازم يبقى فيه انجاز يا عزيزي المستمع، مش كل يوم لازم تحس حاجه، مش كل يوم لازم يبقى فيه حاجه كبيره قوي انت عملتها. لو قائمة احلامك انت كاتبها، مش لازم كل يوم تنجز 2 3. انا بنجز قائمة، بنجز الحلم الواحد في شهور، عادي. ممكن اقعد فيه سنين وعادي يا عزيزي المستمع. عادي، عادي انك ما تبقاش سوبر هيرو، عادي انك ما تبقاش المنقذ في حياة كل الناس. عادي، عادي قوي، صدقني. انت مش هتخسر حاجة لما حد يجي يقولك على فكرة انا كنت محتاجك وما لقيتكش. عادي، ما انا محتاجني ومش لاقيني، ما انا ببقى عايزني معايا ومش بلاقيني بسبب ان انا قاعد لاهي نفسي هنا وهنا 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 وهناك. فكفاية نفسك قاعدة مستنياك وبتفكرك وبتقولك انا هنا معاك، فكفاية. ودي مش قافية والله، وما بقفي، بس كفاية. في ايام مجرد ان انت عديتها ده لوحده انجاز. افتكر معايا الجملة دي عزيزي المستمع، عشان دي هتبقى محور ممكن تغييرك. مش كل بطء اسمه كسل، ومش كل صمت اسمه راحة. احيانا انك تقعد كل شوية تدي 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 ده بيبقى استنزاف. يا عزيزي المستمع لازم تبقى فاهم حاجة كويس قوي. مش معنى ان انا بقول لك خد بريك ده معنى ان انت تقوم رامي كل حاجة لمدة 2 شهرين ونص وتقعد في جبال الارز تعد الارز وتركن كل حاجة حواليك وتركن كل المسؤوليات. بقولك اعمل ده لمدة يوم واحد بس على الاقل، لمدة كام ساعة متواصلة. لو انت كنت حد كل شوية عمال يفرك ويهري في نفسه، اصل كفاية يا عزيزي المستمع. انا جاي عليا يوم هحكيهولكوا. اليوم ده، يعني اليوم ده حرفيا كان واحد من اتقل ايام حياتي، واحد من اصعب الايام اللي انا عشتها في حياتي. انا شخص مش شكاي عامه، بس حقيقي واحد كان من ايام حياتي الرخمه جدا. كان في يوم كان عندي عرض مسرحي. العرض ده كان من تأليفي، فكان من تأليفي وكان من توزيع الموسيقي الخاص بيا. فاليوم ده انا ما كنتش نايم فيه، فضلت يومين كاملين مش نايم، وشارب كمية قهاوي تخلي قلبي يطلع من ضلوعي يشتمني ويمشي. فطبعا يعني قلة النوم دي لوحدها اصلا ستريس غبي 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 جدا. وكمان شارب قهوة بتاع حوالي سكة 6 7 كوبايات، وقاعد عمال احفظ في دوري اللي انا مكنتش حفظته، وخطة الميوزك الشاب اللي كان هيلعب المزيكا بدالي او اللي كان هيشغل الميوزك بدالي هو مبقاش موجود. فبقيت انا حاطط جوه دماغي مليار حاجة، انا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ففي نص اليوم كمية التاسكات عمالة تنزل فوق دماغي زي المطر. اعمل، روح، اطلع، انزل، شلح، اجري، ايه، قول، تكنين، عمالين بقى نغني وبتاع. ففي الاخر خالص اليوم لما خلص روحت بيتنا، بصيت على السرير بأمانة الله. يعني مش عارف مين اللي خد الفيرست ستيب ساعتها، بس اللي انا فاكره ان انا نمت زي الخرتيت 16 ساعة. صحيت بعدها مش فاكر اي حاجة. كنت مش قادر،
هي الموضوع كان فعلا مرهق. افتكر يا عزيزي المستمع حاجه مهمه قوي 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 بجد. اركن الايجو شويه على جنب. يعني مع احترامي لسامية فلوكس اللي جواكي، ومع احترامي للراحل صدام حسين اللي جواك، اركن شوية الايجو على جنب. بالله عليك يا اخي، نفسك ليها حق عليك بجد. نفسك ليها حق عليك يا اخي. لو كنت مسيحي انزل روح الكنيسة كده يوم، لو كنت مسلم روح شوف الفرض اللي عليك دلوقتي صليه. اعمل اي حاجة غير انك تعمل اي حاجة ليها علاقة بالحاجات اللي حواليك. اعمل اي حاجة ليها علاقة بيك انت يا عزيزي المستمع، لان احنا من كتر ما احنا بنعمل حاجات كتير بننسى ان في بني ادم ليه حق، اللي هو مين؟ اللي هو انت. فكفاية، كفاية، كفاية تعب. رسالتي ليك النهاردة يا عزيزي المستمع هو انك تحاول على قد ما تقدر انك تهدى. ما تجيش على نفسك اكتر من كده. الشخص اللي احنا شفناه في المراية من 4 دقايق ده هو شخص مستهلك جدا. فحاول تفصل. شوف الشخص اللي كان قدام المراية ده بيحب ايه ويلا بينا نعمله. ما بهزرش. بتحب التمشية؟ يا عم تعالى نتمشى 5 عادي. انا هعزمك على وحدات ايس كريم فراولة من عند العبد ولا من عند اي حد تاني. ما بلاش العبد بقى والسيرة دي. هو في ايه وانا اخرج بالشفت الاقيه في وشي؟ ايه الهباب ده؟ يا عم هعزمك من عند فستق الشام، هعزمك من عند اي حد. اي حد في الدنيا هعزمك من عنده ايس كريم عادي. اكلك ايس كريم على حسابي. اخر 20 جنيه في دي موتاني انا عارف. هنعمل اي حاجة. هنتمشى، نسمع مزيكا، هناكل، هنشرب، هنتمشى مع حد بنحبه مثلا. ممكن نختلي بذاتنا شويه، نقعد نقرا، نعمل اي حاجه، نسمع لستيفن هاني. على فكره حد كويس قوي. ده مش سبونسر على فكره، بس هو فعليا حد كويس جدا. ما عندهوش ثقافه كبيره بالكتب، ولكن هو ممكن يكون شاف حاجات كتير في حياته فبيحاول ان هو يوصل المعلومه بشكل ايجابي. فممكن تسمعوه عادي، بودكاست لذيذ كده على السوشيال ميديا متنطور كده. ما تنسوش تبقى تعملوا له فولو والحاجات دي كلها. أه، حاول على قد ما تقدر يا عزيزي المستمع انك ما ترهقش نفسك. حاول تعمل يوم واحد في الشهر على الاقل، اليوم ده هو الداي اوف من كل حاجة. شغل، اي التزامات، اي مسؤوليات، تقفلت الشهر ما تقفلتش الشهر، اضرب اليوم ده اليوم بيومين عادي في داهية. ميتين ال 200 جنيه هدفعها لك انا. بس بالله عليك، بالله عليك سيب التليفون من ايديك وركز على عينيك والسواد اللي تحت جفونك. ابوس ايديك، عشان دول اللي هيكملوك للاخر. دول اللي هتتسأل عليهم في الاخر. دول اللي هيبصوا عليك في الاخر. دول مركز كل حاجة. فلو معرفتش تخلي بالك من نفسك مش هتعرف تعمل اي حاجة تانية في حياتك ابدا. هيجي عليك يوم غصب عنك وهتقع. ووقعت الشاطر ب1,000,000. وعن تجربة شخصية، وده بجد. لو انت سمعت لحد دلوقتي وحاسس انك من جواك كده في حاجة تقيلة قوي عمالة تتحرك وتتهز، متضغطش على نفسك اكتر من كده. عزيزي المستمع، انت مش محتاج تبقى اقوى شخص في الدنيا، ولا اشجع راجل، ولا سترونج اندبندنت وومن. انت وانتي محتاجين ان انتم تبقوا اهدى وبس. ويمكن المشاكل اللي عندك كلها لما تحب تحلها مش هتعرف تحلها النهاردة او بكرة او حتى الشهر الجاي. بس كفاية بجد انك بدأت تفهمه. يمكن لسه في طريق، بس على الاقل احنا مش ماشيين وتايهين زي الاول. عامة يا جماعة، في نهاية الحلقة احب اقول لكم على حاجة مهمة قوي وقاعدة مهمة جدا، وهتبقى هي الحلقة الجديدة بتاعتنا الحلقة الجاية ان شاء الله. يا عزيزي الانسان، مفيش حاجة اسمها نقطة الصفر. ايه؟ مفيش حاجة اسمها نقطة الصفر. نقطة الصفر يا عزيزي المستمع هي نقطة البداية.
في البداية بس، انك بتتعلم حاجة جديدة، انك اول مرة تيجي تعمل كوباية قهوة، انك تتعلم تطبخ وتمسك السكينة. مفيش حاجة اسمها نقطة الصفر، مفيش حاجة اسمها انا رجعت لنقطة الصفر. مفيش نقطة الصفر، في نقطة اسمها نقطة الرجوع. النقطة دي بتبقى اخر نقطة انت كنت فيها كويس. لما بتنهار بتيجي على النقطة دي وبتستقر فيها شوية. فعزيزي المستمع، شيل المصطلح الغلط ده من دماغك، ونقطة الرجوع هي نقطة مرحبة بينا دايما. فركز يا عزيزي المستمع ان نقطة الرجوع بتاعتك عمرها ما هتبقى نقطة الصفر. عارف ليه؟ لان نقطة الرجوع بتاعتك انت اصلا فيها بمعلومات، لكن نقطة الصفر انت ابيض يا ورد. مفيش حد بدأ ماركتينج عامة الا لما كان 0%، وبعد كده لما انطفى رجع بقى ومتضايق ومخنوق. بس في الحقيقة هو معاه معلومات. زيك زي بالظبط اللي اتخنق من العيشة ولا عايشينها بسبب الشغل وي 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 وقرر انه يسيب الشغل. طب سبت الشغل، دورت على مكان احسن بمرتب احسن ودنيا احسن وعدد ساعات اقل. طب ليه؟ عشان انت اوريدي مفيش حاجة اسمها نقطة صفر، في حاجة اسمها نقطة رجوع، التشيك بوينت. انت عملت اللي عليك يا عزيزي المستمع. كفاية دوس بنزين لحد هنا، ودوس فرامل، وخد نفسك عشان تقدر تكمل. انا مبسوط ان الحلقة دي عامة خلصت على خير، من غير اي حوادث، من غير اي اديتس، من غير اي حاجة. ف كنت حابب اشكركم كلكم لو انتوا وصلتوا لحد الدقيقة ديت. احنا بنحتفل النهاردة احتفال رائع للغاية. بودكاست الانتقال من اليأس إلى اللا بأس أعزائي المستمعين حاليا هو متواجد جوه 21 دولة من حوالين العالم، وعلى 8 منصات مستضيفة ليه. وقريب قريب قريب جدا 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 هيبقى فيه سايت البودكاست بتاعنا، هيبقى نازل عليه كل الأخبار والمقالات وكل حاجة بتاعتنا إن شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على كل المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي بتاعتنا. السوشيال ميديا كلها هتلاقيها موجودة تحت في لينك واحد مختصر. الفيسبوك، تويتر، انستجرام، كل حاجة بتاعتنا هتلاقيها موجودة، وكل وسائل التواصل الشخصي معانا هتلاقيها برضو موجودة جوه اللينك ده. انا مستنيكم. وما تنسوش حاجة في اخر الحلقة هحب ان انا انهي بيها، وهو اني فخور بيك يا عزيزي المستمع حتى لو انا ما كنتش اعرفك. تبسم وهتلاقي كل حاجة عدت، وعلى مهلك. شكرا جدا ليك، واتمنى لما اقابلك المرة الجاية يكون السؤال اللي تحت عينيك خف شوية. مع السلامة.